يعطيكم ألف عافية من مركزية شتورة البقاع. بداية كلنا شفنا شو صار اليوم، تعميمين صدروا عن مصرف لبنان، لكن بداية لف الغموض شوي. الناس كانت ضايعة ما بين العرض والطلب لتبيان الأمور على أساسه تشتغل. فاللي صار يا إخوان، نزل تجديد صيرفة يلي هو 161 تجدد لشهر إضافي، والتعميم 158. طبعا يا إخوان هيدا تجديد مثل كل مرة مثل كل شهر. أنا بالنسبة إلي ما بيعني لي، أنا بالنسبة إلي مش هيدا الناطرة. نحن ناطرين يا أخوان انهيارات بسعر الصرف وبظرف دقائق، وبدون ما حدا يفكر انه ببيع ولا ما ببيع، بعرض ولا ما بعرض، مباشرة راح تشوفوا العروضات موجودة 2000 نزول. هيدا المنتظر، هيدا تعميم القادم والمنتظر يلي بعدني عند كلامي. انا بعرف انه كل العالم مني وجر، كل الناس طلع عليها السوق، وانا واحد منكم. ومن سواك بنفسه ما ظلمك، انا سويتكم بنفسي مثلنا مثلكم. بدكم تقولوا لي لبناني، انتوا لبناني، انا مثلكم. طلع 46 وعمل 45 و47 رح يوصل عشوي، كنا شفناه اليوم لو ما تجديد التعميم. لكن هلا البعض عم يسأل سؤال وحيد، انه نحن هلا بال47، اذا نزل 8000 صار 40، اذا نزل 10000 رح يعمل 37 38. هيدا الكلام يلي موجود وعم يتناقل فيه كل الناس، انه 47 بالاخص مشتركينا ومحبينا وكل حدا بيوثق فينا. انا بس رح اقولكم شغله وحده، وبطلب من كل محبينا ومن كل مشتركينا، ما رح حدد الرقم ولكن خليه مفاجأة. كل رقم رح نوصل له قريبا جدا، اغلب الناس رح تتفاجأ بالرقم يلي رح نشوفه قريبا. بس بجملة وحدة بقولكم، كل حدا باع معنا على رقم اللي بعنا عليه سابقا رح تلوم من تحته بالالاف. بس هالقد بقولكم، وان شاء الله قربت كتير. ما بدنا نقول بكرة وما بدنا نقول اللي بعده، ولكن انا بقولكم وبأكد لكم انه قربت كتير. وبنصيحة سابة حددت لكم ايمتى وقد ايه بدها، لكن ما بدنا نكرر كل يوم كرمال نكون على وضوح مع الناس. لكن بالنصيحة السابقة قلنا، وبرجع بذكركم بنصيحة يوم امس يلي كتبتها بكم جملة، انه بنصحكم ما تشتروا الجاتو هلأ، لانه الجاتو سعره غالي كتير. قبل راس سنة تشتروا الجاتو بسعر رخيص وبشكل كبير. هيدي نصيحتي من إلكم، بده يفهمها وفسروها على ذوقكم. على كل الأحوال يا أخوان، أنا ما بدي طول عليكم اليوم، بس حبيت طمن كل الناس، كل المحبين. نحن شفنا تعميم اليوم، لكن مش هيدا المنتظر في الأيام القادمة إن شاء الله. فطمنوا لي بالكم لكل حدا عم بيقولكم صار 47 وعمل 46، يعني إذا نزل رح تلوم بخسارة أنت، يعني ما استفدت شيء. يا أخي اللي عم بيقولكم هيك يلحقوني إلي، يعملوا أنتوا إلهامكم. نحن يا إخوان دايما بأي نصيحة عم نعملها عم نقول لكل العالم مجرد نصيحة. يعني نحن عم نعمل نصيحة اسمها نصيحة، ما لو بدي سميها غير هيك كنت حطيت عنوان على اليوتيوب أو على مركزية شتورة نصيحة غصب من عن كل الناس بدكم تنفذوها. لا، اسمها نصيحة. لما عم نقدم نصيحة للناس فيك تلتزم فيك ما تلتزم، اسمها نصيحة. نحن منا حاطين الفرد براس حدا وعم نقول له هلأ بدك تشتري دولار، او هلأ بدك تبيع دولاراتك. احنا عم نقدم نصائح
والحمد لله يا اخوان نحن ما بحياتنا ضرينا حدا. اكبر دليل انا سويتكم بنفسي، نحن وياكم فليرة وبعدنا فليرة. بس شو اللي صار هالمرة؟ الحمد لله 3 سنين مروا علينا نحن وياكم ما في حدا ضريناه، وكل العالم ربحت بفضل الله. لكن هالمرة انا سويتكم بحالي بنفسي يا اخوان. نحن وياكم كان الضرب، نحن وياكم غدرنا السوق، وكلكم بتعرفوا شو صار. حكومة، نحن ليش كنا مصرين انه في حكومة؟ لانه كل احزاب لبنان، سياسات لبنان، حتى دول العربية اجتمعت لتشكيل حكومة. ممنوع، لازم تتشكل حكومة. في إلا طرف معين بلبنان ما كان بده حكومة. بغض النظر، ما بدي أنا فوت بالسياسة وبالجدال، آخر هم نحن مش مع حدا، ولكن بوساطة اللواء عباس إبراهيم كان عندنا معطيات إنه حكومة بدها تتشكل، معطيات أكيدة من اللواء عباس إبراهيم. لهيدا الشيء نحن كنا مصرين إنه في حلول سياسية قريبة. أما الشغلة الثانية، مين كان بيعرف إنه نائب حاكم مصرف لبنان بده ينطرد؟ إذا بتتذكروا من الجلسة، جلسة اللجان، وطلع يومها 2000 ليرة السوق. مين كان بيعرف إنه في اعتمادات للكهرباء؟ مين كان بيعرف إنه البنوك بدها ترسمل 3% وتسحب دولار من السوق ويوصل السوق لهون؟ طبعا يا إخوان كلنا انغدرنا بالسوق، لكن انغدرنا بالسياسة هالمرة مش بالاقتصاد. اجتمع كل محللي لبنان بالاقتصاد وبالسياسة، حتى حسن مقلد بشخصه قال انه كان لازم يضل السوق تحت. تعول شركة سايتكس. الدكتور محمود جباعي كمان طلع كمان بكل مقابلة عم يطلع يقول كان المفروض يستقر السوق تحت على الأقل ما بين 35 ل 33، يضل له شهر 20 يوم، من بعدها بيرجع بيطلع. ما اختلفنا، ولكن على الأقل يستقر فترة معينة. لكن اللي غير اتجاه السوق التغيرات السياسية يلي حصلت بلبنان، يلي كانت بشكل متخفي، بعدين بس طلع السوق ل40 فوق ال40 لبينت بشكل واضح. ما كان حدا عرفان انه رح نوصل لهون، لكن صار اللي صار. منروح بنشتري على 46 وعلى 47 وال 45، ونحن مش ضمنين بأي وقت بينزل السوق رياض سلامة. مين كان بيعرف إذا نحن هلأ نعتبر دولارنا 40,000 ويطلع بيان مصرف لبنان وينزل السوق على العالم، تصير تسبنا العالم. وبكل الأحوال اللي عملنا منيح وإن ما عملنا منيح عم ناكل مسبات الحمد لله. وأنا برجع بقول لكم مثل ما قلت لكم بالسابق، مسامح حتى اللي بيكرهنا، مسامحه من قلبي قدام ربي، لأنه كل الناس نحن عملنا هالنصايح مش لنكون على عداوة مع الناس. بكل الأحوال الله بيعرف والله شايف نوايانا تجاه الناس، لأنه نوايانا صافية، معطياتنا كلها دقيقة. كل اتجاه لسعر الصرف كنا نحدده كان يصير. ليش؟ لأنه معطياتنا دقيقة كانت، لكن هالمرة صار في تغيرات سياسية، تغير سعر الصرف والسوق واتجه صعودا. لكن قريبا جدا رح ترجعوا تلموا من تحت ما بعته. ما بدنا نحدد أرقام، تذكروا نحن محل ما بعنا ما بين 40 وال 39، رح نلم تحت هيك أرقام بالألاف. تمام؟ طمنوا بالكم، سوقنا 46 47 ما بيأثر. لكن ما حدا يتطلع هلا انه والله اذا نزل 8000 او 10,000، طيب انه نحن هلا ليش ما بنقول بينزل 15 مثلا او 14؟ ولا هيدا مستحيل بلبنان؟ ما حدا شايفها هيدا. بكل الاحوال يا اخوان، الناس اللي ما في مهرب منا قريب ان شاء الله، طمنوا بالكم وما حدا يخاف. محبينا ومش محبينا، الكارهين والحاسدين، الله يرزق الجميع. حتى الناس اللي بتكرهنا الله يرزقكم، حتى الناس اللي بتحسدنا الله يرزقكم، لأنه نحن نوايانا صافية تجاه الناس. نحن عملنا نصايح بدون مقابل لنفيد الناس مش لنضر الناس. بكل الأحوال فاتتنا فرصة، ولكن مئات الفرص
القادمة، ورح ترجعوا تعوضوا، وإن شاء الله كل طلعة وكل نزلة رح نلحق السوق صعودا ونزولا، لكن مش هلأ لما كل الناس تلم من تحت ما باعت. طولت عليكم، يعطيكم ألف عافية.